تخيل خبز كيما هكا خفيف وشوش ويذوب في الفم والكل من صنع يديك في الدار. اول حاجه نصبوا كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، مغرفه اكل خبيزه خبز، مغرفه اكل سكر، ونخلطوا ونصبوا بياض عظمه، نص كاس زيت زيتون، وتوا نزيدوا حوالي 820 غرام فرينه على مراحل، ومغرفه قهوه ملح، ونبداو نخلطوا. توا نعجنوها بيدينا بالطريقه هذه. توا نزيدوا مغرفه زبده باش تطلع معنا العجينه هشوشه وطريه. في المرحله هذه نوسعوا بالنا حتى تدخل الزبده في العجينه. هذه النتيجه اللي نتحصلوا عليها، لازمها تكون طريه وما تلصقش في اليدين. تو نغطيوها ونخليوها تخمر حتى يتضاعف حجمها. بعد ما خليناها ساعه تتخمر تو باش نقسموها على 6 كريات. تو نحلو كعباتنا بالقرقاع. تو ندهنوهم بأصفى العظمة ونرشموهم بالخطوط على الوجه ونزينوهم بفاح الخبز ونحطوهم في الفرن على 180 درجة.